محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مولاي غريب يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. على محبة محمد وآل محمد اذكروا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الكريمة الآية الشريفة فيها قيود حقيقة. المتأمل في القرآن الكريم يجد في كل آية حقيقة هناك يعني روائع وتأملات جميلة كما عبر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كما عبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن أفضل كل شيء دون الله، أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بحرمة القرآن فقد استخف بحرمة الله، كأن القرآن مرتبط به تبارك وتعالى. القرآن الكريم الآية الشريفة تتكلم عن قيود في الآية الشريفة التي صدرنا بها المجلس. الله تبارك وتعالى الله عز وجل في قضايا العمل لا يفرق في كل شيء ينفع الطرفين، لا يفرق. مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم. شوف مو بس مسلم، يعني طلب العلم أيضا مطلوب مين؟ على المرأة. يعني ما طلب العلم متخصص بالرجل، ولذلك أحد فقهاءنا أفتى قال بجواز، هاي مسألة مستحدث يقول، قال بجواز الاجتهاد للمرأة، ممكن أن تكون مجتهدة. شايف؟ أفتى أحد الفقهاء المتأخرين بجواز الاجتهاد لا مانع، وآخر قال بجواز التقليد. نضيف إضافة إليك، لا مانع من أن تقلد امرأة، واحد من الفقهاء. زين، إذن كل ما ينفع المجتمع شنو؟ الله تبارك وتعالى ساوى فيه بين الأمرين، طلب العلم مثلا. بعد الآية من عمل صالحا، العمل الصالح شنو مختص به؟ المرأة دون الرجل أو رجل دون المرأة؟ قال لا، للطرفين من ذكر أو أنثى. أولا لابد للعمل أن يكون صالحا. وإن أنا بقول التأمل، مو كل عمل، العمل يكون شرطه قيده. شنو قيده؟ قيده أن يكون صالحا، قيده شرطه أن يكون صالحا. يعني العمل السيء ما مقبول. العمل السيء ماذا؟ زين، كيف يعرف العمل السيء؟ بمنظار الشريعة مو بمنظاري. بعض الناس، صنف من الناس تعمل تظن في عملها أنها صالحة ويحسبونه هينا
وهو عند الله ماذا؟ عظيم. يعني هذا اكو صنف من الناس حقيقه يحاول يطلع تخريجات ما انزل الله بها من سلطان. يعني مثلا يقول انا اعمل شيخ نفد واحد كلش اخلاقه طيبه، يساعد وينطي، يسعى بالمعروف ويقضي حوائج الناس، الا شو تسوي له؟ ما يصلي. وهيك ناس يقول يساعد وينطي كذا كذا بس ما يصلي. ما قبل ان قبل ما شفت. لذلك مولانا الله عز وجل قيد العمل لابد ان يكون صالحا. شنو الصالح؟ صلاح العمل بصلاح النية أولا. صلاح العمل متوقف على قاعدة أساسية منها ينطلق العمل. أولا الصلاة. خوش آدمي والله يسلم أخلاق متواضع بس ما يصلي. شيخ نفد واحد طيب خلوق بس يتعاطى المنكر. يا أخي شنو يعني؟ هي القضية مو كيفك ولا بكيفك. يعني يكون هذا تقييد العمل مو أهواء. الله عز وجل فرض قضية منها يتأسس بعض العلوم، بعض الأشياء، بعض أفعال الأعمال كذا كذا. أما أنت تجي تقول عنه خوش آدمي بس قل لي هذا خوش آدمي ويا الإنسان خوش آدمي ويا الله ما يصلي؟ لا. أكو كلمة لحد علمائنا والله حلوة حديث يقول اسمع يقول النظر إلى تارك الصلاة يسلب التوفيق فكيف بمصاحبته. يقول النظر إلى تارك الصلاة يسلب التوفيق فكيف بمصاحبته. يعني تجي تقول عنه خوشات وكذا يعني معناته تتعرفه صح ولا لا؟ معناه صاحبك، معناه كذا، معناه انه انت قريب من عنده، مو لا هاي اصلا يسلب التوفيق. هذا انت جاي بالواقع ما تمدحه. الله عز وجل قيد قبول العمل انما يتقبل الله من المتقين. اكو متقي ما يصلي؟ يعني لو ان الانسان عمل عملا ما شاء الله كذا بس ما يصلي، الله يقول انا قيد عندي، انتم لازم تصيرون على قيدي، مو تصير انا ما اصير على قيدكم، انتم تصيرون على قيدي. شنو قيد الكافر؟ قال قيدي قبول العمل شرطه التقوى. قبول العمل شرطه التقوى، مو قبول العمل انه يعني مو اي عمل، لابد ان يكون شرطه التقوى. اذا القيد الاول بالايه الشريفه من عمل صالح والعمل صالح. اولا لابد ان يكون صالحا بنظره تبارك وتعالى، بنظر المجتمع، بنظر النبي واله. مو كل هاي يعني كل هذه الانظار تتجه الى العمل. اولا لابد ان يكون صالحا. وكيف ينطلق الصلاح؟ من فرائض الله تبارك وتعالى، ان طبقت صار العمل صالحا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالايه من ذكر او انثى، نفس الشيء، لا يفرق اخواني في ذلك. هاي ما تتوقف عليها، ما اعتقد بها تاملات. من ذكر او انثى. النقطه الثالثه وهو مؤمن. مو شوف هذا تأييد لكلام الأول وهو مؤمن. مو مؤمن يعني يكون يؤمن بالله عز وجل، يكون يؤمن به تبارك وتعالى، يعني يعمل صالحا وهو ليس بمؤمن لا قبول منه. لذلك أحد علماء الكبار رحمة الله تعالى عليه العرفاء ولده سمعته يقول، قالوا له كيف يكون العمل مقبولا وكيف يكون الإنسان مقبولا عنده تبارك وتعالى؟ قال أنت طالع من البيت، اسمع خوش عبارة، يقولوا أنت طالع من البيت تقول له إلهي كل عمل واجب أو مندوب ندبتني إليه فهو قربة إليك. كل أعمل أنا طالع من البيت، طالع العمل، طالع الشغلة، عندي رايح المسواق، رايح كذا، كل شيء أسوي قربة إليك. يقول هاي تجعل الإنسان قريبا منه عز وجل. فلذلك دائما يقول كل عمل يعمل لابد أن يكون فيه القربة إلى الله. ولذلك لو أن الإنسان صام يوما كاملا، نام من الفجر، نام ما ناوي
لم ينوي ونام من الفجر إلى المغرب، قد جلس قبل أذان المغرب بساعة أو بنصف ساعة وهو لم ينوي، قال خلنا صوم. صوم الواجب شو يقولوا له؟ يقولوا له هذا كنت تقضي. صح ولا الفقهاء يقولون كنت تقضي. ليش؟ شو السبب؟ ها؟ دنيا ما ناوي. دنيا. أنا ما أتكلم عن الصوم المستحب. الصوم المستحب وقته نيته إلى قبل أذان المغرب. قبل أذان المغرب ينوى. لا صوم المستحب. صوم القضاء عن من ينوى؟ إلى الزوال. واضحة النوايا ولا لا؟ الآن صوم، شوف الصوم في شهر رمضان نيته قبل أذان الفجر. صوم القضاء نيته قبل زوال الظهر. صوم المستحب من؟ إلى أذان المغرب. إذا كل عمل لا بد أن تكون فيه شنو؟ نية. بعد والنقطة الثانية المترتبة على العمل هو الإيمان، وهو مؤمن. لا بد أن يكون مؤمنا. مؤمنا بالعمل، ما يصير ما مؤمن بالعمل. وهي القضية ما توقف بس على العبادات. أنت كل شغلة تكون تؤمن بها. أنت تطلع من العمل، تطلع من البيت إلى العمل، تكون تؤمن بأن العمل به فائدة، أن العمل يجدي إليك نفعا، أن العمل يدخل إليك راتب، أن الأشياء. إذا مو بس قضية إيمان وعبادات، لا، كن أنت مؤمن بالفكرة. إذا أنت ما مؤمن بالفكرة، حتى خطباء منبر وكذا وكذا، لابد أن يؤمن بفكرته، لابد أن يؤمن بفكرته. إذا ما مؤمن بفكرته ما حقيقة لا نفع في طرحه. الإنسان أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه بأن يكون موفقا. لابد أن يؤمن بفكرته. زين. إذا القيد الثالث بالآية من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن. النتيجة يا ربي كلهن أنا نطبقهن، كلهن أنا نطبقهن. عمل صالح ذكر أو أنثى وأنا مؤمن. قال بعد النتيجة علي. النتيجة علي شنو النتيجة؟ كمل الآية راح تعرف. فلنحيينه حياة طيبة. يقول اللي يعمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة صارت عليه. أنت قدم المقدمات، قفزت النتيجة إلى الإنسان. فلنحيينه يصير حياته طيبة. بعد هذه المقدمة خلينا نجي وصلنا إلى ببحثنا إلى الحياة الطيبة. شنو الحياة الطيبة؟ كيف يكون يعني حياة الإنسان طيبة؟ كيف تكون؟ أو ما هي مصادر الحياة الطيبة أيها الأحبة؟ قالوا الحياة الطيبة بها آراء طبعا. وين الحياة الطيبة؟ بها مكان بالدنيا، لو بالبرزخ، لو بالقيامة. بحث متسلسل جاي سلسلة وياك. هنا أمير المؤمنين قال أثره بالدنيا. يا أبا الحسن شنو الحياة الطيبة؟ قال الحياة الطيبة أن يرزق الإنسان القناعة. هاي الحياة الطيبة، أن تكون قنوعا. قنوع. لذا هذا الحديث المعروف عندكم كلنا. القناعة شنو؟ شفت بس قلت لك حافظين. القناعة كنز لا يفنى. ليش؟ شنو كنز لا يفنى؟ قد انه انت شنو بالنتيجة؟ يعني مرات انت تتوقف اسمك، قلت كافي خلاص. نفسيتك تقول لك اعمل، نفسيتك تقول لك اشتغل. القناعة تقول لك لا كافي. قناعة خلاص. القناعة أعظم شيء أيها الأحبة. أكو صنف من الناس لو أعطي مال قارون مو قانع، ولذلك هذا الإنسان المقانع ما راح يحصل من دنياه شيء. صدقوني، يحصل من دنياه شيء واحد، هو التعب والأذية والضيق والملل والكلل والجهد. ليش؟ لأنه مو قانع. بعيد مو قانع، وبما أنه مو قانع ما راح يحصل من شيء من الشغلات، ما راح يحصل من عمل شيء. بس يركض قولته، بس يركض، بس يركض. يا أبا كون إذا ما عندك قناعة تعمل مثل هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القناعة إذا لم تكن عند الإنسان يكون عمله هباء منثورا. لذلك الله إذا رزقك القناعة
خلاص رزق القناعة. القناعة رزق. لذا أمير المؤمنين أدق واحد فسرها. طبعا شفت أنا رأي ابن عباس، وشفت أنا رأي الحسن البصري، وشفت آراء عديدة بهذه الحياة الطيبة، لكن أدق رأي هو رأي أبي الحسن صلى الله عليه وسلم. قال الحياة الطيبة القناعة. ليش؟ يقول لأن الإنسان إذا عنده قناعة عنده كل شيء. شنو عنده؟ قال بعد ما راح ينظر نظرة الناس حسد، سقط عنا الحسد. صح ولا لا؟ سقط عنا البخل. الله أكبر. شنو هذا؟ سقط عنا الحسد، سقط عنا البخل، سقطت عنه الغيرة، سقطت عنه كل الصفات الذميمة. إذا الإنسان عنده قناعة عجيب، قنوع. القناعة عجيبة. لذلك أما الذي لا يملك قناعة يعمل عمل ولا يحصل منه شيء. وهم يا ريت فد واحد في الدنيا يخلي له أثر، يعمل عمل يخلي له أثر بالدنيا، يخلي له أثر. وأنا اترك أثرا في حياتك ولو كلمة. الحياة لا تخرج منها من دون أثر. حقيقة الحياة نعمة، الحياة فرصة، الحياة غنيمة، الحياة أعظم درس رزقنا الله بها. لا تطلع من الدنيا فارغ اليدين. صدقوني أكو صنف من الناس بحياتهم لم يعرفوا، لكنه ولدوا بعد مماتهم. ولو أنت الآن أنا وياك شنو عايشين الشيخ الأنصاري؟ لا. هسه بعضكم ويجوز بعضكم يجوز عايشين مثلا سيد أبو الحسن الأصفهاني؟ لا. معايشين شيخ محمد تقي الشيرازي؟ لا. ولو بس تعال شوف اسماء، ولو تركوا بالدنيا اثرا، ولو تركوا بالدنيا اثرا. اترك بالدنيا اثرا حقيقه. لا تجعل الدنيا تمر عليك مثل بالواقع انه هاي النخله وجدت لم تسقى فماتت، انتهى كل شيء. لا، ازرع في الحياه، خلي لك كلمه، خلي لك شيء اثر بالدنيا تذكر به بعد مماتك. أنا هاي مجلسي هذا اللي وراكم أول أمس على أول يوم نعم. أول يوم واحد سلم علي، أعرفه صديقي، اجى سلم علي، طيب الله الفاسق وكذا، أنا أحترمه. ثاني يوم المجلس رحت لهم وراكم. ثاني يوم رحت لهم قالوا قبل لا أطلع أول المجلس قال الشيخنا فلان مات. قلت له أبي سلم علي، قال لي مات اليوم. والله العلي العظيم. ثاني يوم مات. إذن أنت خلي لك أثر بالحياة. هاي الآن القناعة بمن تجمع هذا. شنو الإنسان يطلع من الدنيا ولا أثر فيه، ولا أثر فيه. زين. إذن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي القناعة. الرأي الثاني اللي مال إلى الحسن البصري يتخطر يعني، بس هو هذا رأي تقول ونعم أخوه، فالرأي حقيقة محترم، طبيعتي احترم الآراء. الرأي الثاني يقول رزق الحلال هو الحياة الطيبة. نعم صحيح، رزق الحلال حياة طيبة. طبعا أكو رأي ثالث، قالوا هاي الحياة الطيبة مو هنا. اسمع، وهذا رأي مهم. قالوا هاي الحياة الطيبة مو هنا، مو بهاي الدنيا. وين؟ قالوا الحياة الطيبة بالبرزخ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بالبرزخ. يعني يصير قبره بالبرزخ نور. هاي الحياة الطيبة أثرها مو هنا. ليش؟ يقول لي أن المؤمن شلون الدنيا وياه؟ الدنيا جايبة المؤمن شنو؟ صقع. صقع. بما أنه جايب التصقع راح يستراح وين؟ من الدنيا. راح وين يلقاها؟ بالبرزخ. والله رأي محترم. وهذا دليل، هذا أنا قرأته مو ببحث الحياة الطيبة، قرأته بالرد على منكري البرزخ. بالرد على منكري البرزخ. شلون؟ وقالوا اكو صنف من الناس قالوا البرزخ اذا مات الانسان لا له سؤال
لا إلى مساءلة، لا إلى عذاب، لا إلى نعيم ولا إلى جحيم. لا إلى نعيم ولا إلى جحيم. المستدلون على وجود البرزخ استدلوا بهذه الآية. إذن بالبرزخ يقولون أكو سؤال ومساءلة ونعيم وجحيم، قالوا إيه، والدليل هذه الآية اللي صدرنا بها المجلس. البرزخ مولانا نعم بسؤال امتحان مصغر اللي عبر عنه. إذا مات الإنسان وقامت خلاص، إذن هذا البرزخ. لذلك فلنحيينه حياة طيبة. وين؟ قالوا بالبرزخ. البرزخ مولانا حياة مو فناء. احنا نعتقد بالبرزخ شنو؟ حياة ليتني قدمت لحياتي، حياة بالبرزخ. البرزخ حياة. شنو الدليل؟ قالوا عندنا أدلة عجيبة طويلة عريضة كبيرة كثيرة، منهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقولون يا أمير المؤمنين ذكر الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقولون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين مر على رايح للمقبرة وشاف فد واحد من أصحابه اسمه حب العرن. شاف أمير المؤمنين يمشي بوحده، قال لي هاي فرصة خلي أمشي والإمام علي. فيقول تبعته وقلت يا أبا الحسن إلى أين؟ قال يا حبة إلى المقبرة تزور المقابر، نقعد يمه. قلت يا أبا الحسن أتسمح لي أن أصطحبك؟ لا تفضل. فيقول أخذني الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بعدين يقول أخذ يتكلم السلام على أهل الأمور الموحشة كذا كذا، بعدين يقول طول الحكي يتمتم. يقول بعدين سكت نص صوته نصه إلى أن أراه فقط يتكلم ويرفع شفتاه. ايش يحكي ما أدري. يقول فوالله مللت من كثرة وقوفي، وضعت ردائي والإمام لا زال واقفا، قمت والإمام لا زال واقفا يتمتم، فهززته من كتفه، حطيت يدي على كتفه. قلت يا أبا الحسن أتسمعني؟ قال نعم أسمعك. قلت له سيدي هواي تتكلم، هواي حكيت، وهواي أنت تكلمت، مع من تتكلم؟ خفت عليك أن تتعب قدماك. قال يا حب ما هي إلا محادثة موتى. ايش تفتهم منها؟ ايش تفتهم منها؟ تفتهم منها أن الموتى في البرزخ بهم أحياء. ما هي إلا محادثة موتى. قال له أو يسمعون يا أمير المؤمنين؟ قال نعم يسمعوني ويروني وأراهم مثل ما أشوفك الآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسمعوني ويروني وأراهم وأراهم ويروني. قال يا أبا الحسن كيف؟ قال ولو رأيتهم يا حبة حلقا يتزاورون ويأكلون ويشربون. قال نعم ما فنيت الدنيا عنهم، ولكن نقلهم الله تبارك وتعالى من عالمكم إلى عالم لهم. إذا أيها الأحبة قضية البرزخ باب الاستدلال طبعا بهذه الرواية، قضية البرزخ قضية الله تبارك وتعالى ذكرها، وذكر أن الحياة الطيبة هي بالبرزخ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. إذن نتيجة الدنيا اللي عملها الإنسان فلنحيينه بالبرزخ حياة طيبة. ليش؟ لأن الدنيا إذا تجي تلاحظ مع المؤمنين، تلاحظ الدنيا مع المؤمنين بلاءات. كلما زيد في إيمانه زيد شنو؟ في بلائه. الدنيا كما يعبر الإمام يوسف بن جعفر صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن. فعلا سجن للمؤمن. سجن. شلون السجن؟ مثل السجن. إذن الحياة الطيبة وين؟ قالوا مو بالدنيا، وإن كان بالدنيا هو غير صحيح لمن عنده صفة القناعة وبعض الصفات الطيبة الثانية، إلا أن مقر الحياة الطيبة هي البرزخ. البرزخ مولانا عالم أيها الكرام،
هذا العالم. أنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأكد أتخطر، يقول إذا مات ابن آدم وقف ملك على حافة قبره يستقبله. وقف ملك على حافة قبره يستقبله، إذا جاءوا به أهله وتركوه نقل إلى عالمه، فينادي ملك باسمه أن يا أهل البرزخ قد جاءكم فلان ابن فلان فأين أهله؟ فيستقبله أهله، يستقبلون أهله، كل يستقبله، كل واحد يستقبله أهله. زين، الذي مات قبله فكل يسأله كيف خلفت فلان؟ الجيران مثلا، الأخو، الصديق، الأب كذا، كيف خلفت فلان؟ يقول الميت أول ليلة لا يجيب، الميت أول ليلة لا يجيب. قال له لما يا رسول الله؟ قال لأنه جاء من هول عظيم، لأنه جاء من هول عظيم. شنو الهول العظيم؟ شنو الهول العظيم بالموت؟ الهول العظيم ضغطة القبر، هو هذا الهول العظيم، سكرات الموت وضغطة القبر. ضغطة القبر فيها بحث حقيقة كلامي بين العلماء على أن ضغطة القبر كيف تكون. احنا بنانا ضغطة القبر، هذا الإنسان لما ينترك عند أهله أو بالمقبرة أو لما اندفن خلوه تحت التراب، ضغطه التراب. لا ولا، شنو علاقة التراب؟ مكان للحفظ، تراب مكان لحفظ البدن. هو ضغطة القبر ما له علاقة بهذا التراب اللي انت أزلت يعني أو وضعته عليه. كيف؟ واحد يجي يسأل الإمام الصادق، قال سيدي وكيف بمن مات بالماء؟ يعني هذا الغرق، وكيف بمن مات بالماء أو بيوم من اليوم، يعني اليوم باعتبار التطور العلمي، أو بمن مات بالهواء، مثل واحد مات بالطيارة، مات طيارة مثلا، وقع طيارة وطاح. وكيف بمن مات بالماء أو مات بالهواء؟ يضغطه القبر؟ قال نعم يضغطه. قال كيف يضغطه وهو مات؟ قال يأمر الله الريح أن تضغطه، يأمر الله الريح بأن تضغطه، الهواء يضغطه، الماء يضغطه. إذا قلنا لابد من ضغطة القبر. نتخطى رواية عن صادق يقول ولا يفلت منها أحد، ولا يفلت منها أحد. ضغطة القبر لن يفلت منها أحد. تعبير الإمام الصادق مو لن يهرب منها، لا، الإمام الصادق دقيق بالعبارة، يقول ولن يفلت منها أحد. ضغطة القبر. إذن القبر مولانا هم بي سؤال، هم بي ضغطة، هم بي شنو مولانا؟ بحياة. حياة لمن هذه؟ لمن هذه الحياة يا إخواني؟ لكل الناس؟ لا، عادي، خلينا نكون دقيق وياك، ليس لكل الناس، وإنما هو أولا للموالي لمحمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. موالي البيت عليه الصلاة والسلام حياة طيبة. الموالي يقول له يا حارة هبدار من يمت يغني من مؤمن أو منافق وأولى. هم المؤمن يشوفه وهم المنافق يشوفه. أعرفه بطرفه ويعرفني. مو إذن المؤمن بالواقع حياته طيبة، لكن المعادي لآل محمد لا، هذا لا، هذا حياته مو قامت قيامته أبدا. الملائكة يمكن هذا قبض وانتهى خلاص إلى جهنم وبئس المصير. المعادي لآل محمد قتلت الأنبياء، قتلت الأئمة، قتلت العلماء، قتلت الصالحين، هذول بلا شك، بلا أدنى شك. إذن الحياة الطيبة بالبرزخ. هذا الرأي الثالث. الرأي الأخير الرابع قال فلنحيينه حياة طيبة خاتمة الحياة وهي بالقيامة، يعني بالجنة. يعني يقول الحياة الطيبة مو بس بالبرزخ، قد يكون بالبرزخ، إلا أن الرأي الأخير يقول أن الحياة الطيبة بيوم القيامة، يعني ما بعد القيامة، والنتائج تظهر، هناك الحياة الطيبة.
ليش الحياة الطيبة؟ لأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اللهم ارزقنا الجنة يا الله، ارزقناها بحق محمد. اللهم إنا نسألك هذا الدعاء أكد عليه عند أذان المغرب وعند الإفطار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. رضاك أول شيء والجنة، بعدين الجنة. إذا صار رضاك أولا تجي الجنة، إذا صار رضاك تجي الجنة. العبارة لما نقول تنقل واحد الله يرضى عليك، هاي مهمة. الله يرضى عليك، إذا الله رضى عليك خلاص. إذا أحب الله عبدا قبل منه ولو باليسير. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا قبل منه ولو باليسير. يصلي بس الصلاة كافي، يصوم كافي، مو إلا يصوم مستحب، لا. إذا أحبه، إذا أحب الله. إن شاء الله نتعرض للبحث كيف يعرف الإنسان أنه حبيب الله، أن الله يحبه. كيف يعرف؟ شلون يعرف؟ أنا أعرف نفسي أنه الله يحبني ولا يحبني. أنت شلون تعرف؟ شلون واحد يعرف أن الله يحبه أو أن الله لا يحبه؟ مو كيف لو بحث مهم. زين، إذا الحياة الطيبة وين؟ قال بالقيامة، بالجنة. هاي الحياة الطيبة. لماذا؟ قال الحياة الطيبة فيها لأن أركان الجنة وأساسها محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كيف لا تكون حياته طيبة؟ إذا كان في الجنة يرى رسول الله، كيف لا تكون حياته طيبة؟ من أهم أدعية الإمام السجادي قال اللهم أرني وجه رسولك محمد. عجيب، الإمام السجادي يقول اللهم أرني وجه رسولك. أعيدها ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أرني وجه رسولك كله. معناها الحياة الطيبة. الحياة الطيبة بالواقع ماذا؟ أن ترى أمامك عليا أمير المؤمنين، أن ترى أمامك الزهراء، الحسن، الحسين، الأئمة. هذه أعظم حياة طيبة حقيقة. يوجد حياة طيبة مثل هذا؟ ولذلك أيضا أحبت قضية الجنة. تعجبني الكلمة عند العلماء، يقول أنا مو شرط أنه واحد يدخل الجنة كاملة. الله لو أخرجك من النار كافي. شوف القرآن شلون يأكد على هذه القضية. يقول فمن زحزح عن النار، زحزح يبتعد. شلون هذه الحقيقة المشكلة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، بعد إذا زحزحت وين رحت؟ الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا الفوز أن تزحزح عن النار. ليش؟ لأن كلنا سنرى النار، كلنا وإن منكم إلا ماذا؟ واردها. طبعا هاي واردها إخواني مو تخلي بالك أنه أنت تدخل النار، مو شرط. وإن منكم إلا واردها، إذا تمر عليه يقول، يعني تمر على الصراط، تمر عليه. شوفوا هاي مواطن مولانا، مشاهد كلها سنراها، الله أكد عليها، الله عز وجل ذكرها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل احنا راح نشوفها. إلا لو عملت سيئا لأدخلك الله بهذا المكان. إن أمير المؤمنين يقول إن الله عز وجل يريك مقعدك في النار يوم القيامة، ويريك مقعدك في الجنة، فيقول لك، أمير المؤمنين يقول هذا يعني، فيقول لك يا فلان هنيئا لك مثلا عملت صالحا فهذا مكانك، ويا فلان لو عملت سيئا لتركك الله في ذاك المكان. إذن كل الله عز وجل من خلق النار، كل لكم مقاعد. من الذي يدخل النار؟ الإنسان نفسه. من الذي يدخل الجنة؟ كيف؟ الإنسان نفسه. بنفسك تدخل النار وبنفسك تدخل الجنة. أمامك فاختر، شاعر يقول أمامك فاختر أي نهجين تنهج، طريقان شتى مستقيم وعوج. طريق أنت تختار، أنت تختار. من اللي يختار؟ من يسأل نفسه. إن شاء الله ما في نار ولا الحسين عبد علي سلام الله عليه. اللي يشوف الحسين مولانا، الحسين سلام الله عليه مولى أبي عبد الله، معقولة اللي يبكي عليه اللي يزوره، معقولة يدخل
وليس وإن النار ليس تمس جسما عليه زوار الحسين أو شنو؟ الله، تراب، غبار تراب متطاير. بالأربعين من نرجع بالأربعين وهدومه كلها تراب، عليه غبار زوار الحسين. الجنة هناك بها أبو علي سلام الله عليه، هناك أم الزهراء تلتقط شيعها. إلهي بحق هذا الشهر اجعلنا ممن تلتقطهم فاطمة، اجعلنا ممن تنظر إليهم فاطمة بمحمد وآله. لذلك هناك الحسين بن علي سلام الله يقول على باب الجنة، ينظر إلى من بكى عليه، إلى من حضر عنده، إلى من زاره. تصور لي أنت الآن أنت لو تحصي في الدقيقة تتأمل تقول أنا كم مرة زرت الحسين؟ أنت كم مرة زرت الحسين بحياتك؟ آلاف، ألف مثلا، ما ألف، ألفين. العربي مولانا، العربي اللي أنا وياك إحنا البسطاء، إذا يزورك شو يصير؟ تزوره ترد للجميل. أيعقل من الحسين ألا يزورنا وهو عرض إنسان بسيط، فما بالك بالكريم ابن الكريم؟ أيعقل أن يترك زائري؟ هذا الذي قدم كل شيء لأحبته على أي حال، قدم كل شيء، لكن قل لي ماذا قدم وماذا ترك في قلب أخته الحوراء؟ يقولون ليلة 11 بالليل جابوا الماء البنات الحسين، صدر الأمر من عمر بن سعد أن أخرجوا عائلة الحسين، طلعوا عائلة الحسين. وين ودوهم للكوفة، ودوهم للكوفة ليلة الحادي أو يوم الآخر، يوم 11 من المحرم. على أي حال لا يفرق إخواني، على أي حال مولانا يقولون صدر الأمر من عمر بن سعد أن أخرجوا عائلة الحسين، طلعوا عائلة الحسين. الأمر الثاني أعظم، شنو قال لهم عمر بن سعد؟ قال لهم مروا النسوان على جثث القتلى. الله أكبر، مروا بالنسوان على جثث القتلى، كل وحدة تعد وليدها. شوفوا وليدها، هو الآن هي تاكدت على رمضاء كربلاء. زين شلون تشوفوا وليدها مدفون؟ لا، تراه على رمضاء كربلاء. هذا اللي ما عنده رأس، هذا اللي بالواقع يوعينه وذاك، وما أدري بعد ماذا حصل لجثث الطواهر، للجثث الزواكي. مولانا الكريم يقولون وإذا بها اجت صارت هنا نفد كلام بين العلويات، أن كل العلويات مولانا ركبا، كل العلويات ركبا بقت بس الحوراء زينب والإمام السجاد. هنا صار كلام من الذي يركب من؟ هنا زينب قالت لعم دعني أنا الذي أقوم بخدمتك. قالها لا يا عم، أنت خرجتي بحماية أبي الفضل، أنت خرجتي بحماية العباس وبكفالة العباس، أنا أقوم بهذا الدور. يقول نزل الإمام السجاد على الأرض، وضع قدم عمته على كتفه. الله أكبر، إخوتي الحوراء زينب. يقول قال له وهو يلقف بالأنفاس، يا بقال له وهو يلقف بالأنفاس، اركب انتي وخليني ويا الناس. دارت عينها وصاحت، يا بدايرت عينها وصاحت يا عباس يا عباس، ما انت اللي جبت. الله أكبر. وإذا بالعلويات مش الضعن وإذا بيقرأ صوت مخنوق. قالت له يا حادي قف لي هنيئة، من أنت؟ قالت له أنا ليلى أم علي الأكبر، أنا ليلى أم علي الأكبر، أريد أودع وليدي. الله يحفظ أولاده. يقول قالت له نزلت المرأة، نزلت هذه المرأة الشريفة، جلست عند ولدها. يا ولد يما شاع اسمك يا يما، وشلت بيك الراس يما، قد ما سولفت يا الولد بيك الناس.
شمحلاتك يا يما بالدرع والطاس من تمشي ويا ابوك وعمك العباس. يما حلت بين الظنون وبين قطع الياس. يما تدري قلب الوالدة تدري ايش كثر حساس يا يما. يقول وإذا بها جلست عند ولدها باكية على علي الأكبر. فاحل الحاج خلص الوقت يلا قومي ليلى. قامت ليلى ركبت ناقتها وإذا بامرأة صوتها مخنوق. قالها منو أنت؟ قالت له أنا رملة أم القاسم. قالها لا مانع اجلسي مع ولدك أنا مأمور أن أمر بكن على جثث القتلى. يقول قعدت عندك يا لت يما ايش محلى الولد لا قال يما. سلمنا الله ان يحفظ اولادكم. يما ايش محلى الولد لا قال امه وايش محلى لو شمته وشمه. يما طول الدار وجهة امه يا يما. بعد قالت له يما ولد مات ايش كثر صدمات حاشتني. يما ولد مات وكم طعنه طعنت قلبي. ولد مات ايش حال الوالده العدل. يما ولد مات عقب الولد تتمنى البني. قال لها خلاص الوقت بشطعا وإذا بصوت امرأة مخنوق أكثر من ليلى ورملة. منو أنتي؟ قالت لا أم الرضيع أم عبد الله. اسمع البيت. قال لها لا مانع اجلسي عنده بس وين ولدها؟ الله أكبر على صدر الحسين على صدر أبي عبد الله. قعدت بين الحسين وبين ولدها الرضيع. قالت له يما قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري ابي يكسر صدره. تعال ارفع على صدري يما ابي يكسر صدره. تعال ارفع على صدري واذا حر الرمل جافي ترى ادفى من الرمل حجري. بالشطع وإذا بصوت امرأة مخنوقة أكثر من النسوان كلهن. قالت له يا حادي طفلي هنيئة أنت من؟ قالت له أنا سيدة النسوان بعد فاطمة الزهراء. من أنت؟ قالت أنا زينب اللي يحجون عني. أنا زينب اللي يحجون عني. سلمت المصايب ما سلمني. أنا مصايب حسين الدهنني. نزلت على عيونه وعملني. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك الكريم. فرج عنا يا الله لحوائجنا وحسن أمورك. عاملنا بلطفك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك. عجل لمولانا الفرج.